السلام عليكم. العجينة السحرية. أنا جاية لكم النهاردة بالعجينة السحرية، هنعملها مع بعض. العجينة دي هتعمل لنا سندوتشات الفينو اللي انتوا شايفينها دي، والقرص اللي محشية كاكاو وسكر وقرفة، وكمان هتعمل لنا البيتزا الجميلة دي. العجينة سهلة جدا جدا، بس هنركز مع بعض ونشوف المقادير وهنعملها بسم الله. معانا 2 كيلو دقيق، معلقتين سكر كبار، نص معلقة ملح صغيرة، معلقتين خميرة كبيرة، ومعلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر هيساعد الخميرة وعلشان العجينة بتاعتنا ترتفع كده وتبقى هشة. ومعانا معلقة كبيرة مش مليانة قوي خل. الخل بيساعد البيكنج باودر على انه يرفع العجينة وتبقى هشة اكتر. معانا لتر ونص مية او لتر وربع. كل دقيق بنشتريه مش كله بياخد مية زي بعضه، حسب نوع الدقيق. هضيف المية تدريجيا عشان المية ما تزيدش مني قوي. انا عايزة العجينة تكون طرية وبتلزق حاجات بسيطة. هضيف المية يعني تدريجيا كده، واحدة واحدة، عشان المية ما تزيدش مني قوي واضطر ان انا احط دقيق. دول 3 معالق زيت ممكن تستبدليهم بسمنة بزبدة. اخر ما تخلص العجينة عجن، بنحط لها المادة الدهنية ديت علشان تفضل ناعمة كده وملساء. خلاص كده العجينة اتعجنت معايا، بقت طرية وبتلزق حاجات بسيطة. بتلزق لكن مش بتسيب بقايا في ايدي. لما بعمل تجربة كده مش بتسيب بقايا. زي ما انتوا شايفينها طرية جدا كده. خلاص هي اتعجنت. هنزلها كلها كده، هسويها واغطيها ونسيبها تختمر لحد ما حجمها يتضاعف معانا قوي. هنحضر مع بعض دلوقتي الحشوة اللي هنعمل بيها سندوتشات الفينو. معانا بصلتين كبار، بصل متقطع، هحط 3 معالق زيت او 4. معانا بصل انا مقطعه مكعبات، كل واحد حسب الرغبة حسب ما بيحب. لو بتحبوه مفروم قطعوه افرموه، بس انا مقطعاه مكعبات وسط، مش صغيرة ومش كبيرة. كل حاجة معايا دلوقتي هتاخد تشويحة، مش يعني تشويحة مش هيستوي 100%، لان كل حاجة مش مستاهلة انها تستوي. يعني هو البصل هيتكرمل معايا بس كده، ياخد تشويحة. ومعانا طبعا ربع كيلو صدور فراخ مقطعاها رفيعة زي الشاورما. بصوا زي الشاورما كده، زي ما انتوا شايفين. هنزل بيها على البصل، هقلبها، هتاخد تشويحة. مجرد ما لونها يتغير هنزل عليها فلفل الوان مقطعاه مكعبات قد حجم البصل برضو، وبرضو هياخد تشويحة. هحط فلفل اسمر، توابل شاورما من عند العطار، قولوا عايزة توابل شاورما. ونحط معلقة ملح صغيرة. هنتبله كل يعني تبليه زي ما انتي عاوزة. ممكن تحطي شطة، ممكن تحطي فلفل حار. انا مش هحط فلفل حار عشان ولاد. بس كده خلاص خد تشويحة. هنجيب بقدونس بقى مفروم، مقطعه مفروم مش مفروم قوي برضو. انا خلاص كده طفيت النار، حطيت البقدونس، هقلبه واسيبه يهدى ويبرد عشان مش هينفع احطه على العجينة وهو سخن. نشوف العجينة دلوقتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، تضاعفت ازاي. هي معلقة البيكنج باودر مع الخميرة وكمان معلقة الخل هتخلي اي عجينة يعني تبقى هشة وتنفش جامد. هلمها كده وهلم كمان اللي على مفرش السيليكون. ممكن قبل ما نغطي بالمفرش السيليكون او باي مفرش نحط معلقة زيت علشان ما يلزقش فيها العجينة، بس لو لزق هنلمها عادي. هحط كده بقى، همسحه بزيت وانزل العجينة بتاعتي اقسمها.
انا هقسمها زي قطعة الرغيف الفينو الكبيرة، كل واحد حسب هو عارف ولاده بياكل ايه. يعني هنقطعها كبير، قطعها صغير. ناس كبيرة اللي هتاكل هنقطع فينو كبير. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله، يعني بتتكلم عن نفسها، طرية ازاي وناعمة وسهلة جدا 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 في الشغل وفي التقطيع. لما نيجي نشكلها كمان هتبقى سهلة جدا جدا. اي عجينة كل ما بتريح معاكي بتشتغل احسن او احسن. مش العجينة دي بس، اكتر طبعا عجينة الفطير المشلتت دي، يعني هي سر الفطير المشلتت. وقريب جدا ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع الفطير المشلتت. يعني الفطير المشلتت سره في انه هو بس عايز يرتاح، بس مش اكتر. يعني هو العجينه بتاعت الفطير مشلتت عايزه ترتاح. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو قريب جدا جدا. دلوقتي بقى هكور كل العجين اللي انا قطعته دوت كور كده زي ما احنا شايفين، عشان تبقى سهل ان انا بعد كده اشكلها زي ما انا عايزه. هشكلها زي سندوتشات الفينو، هشكلها قرصه، هشكلها للبيتزا، هشكل كل الكميه ديت. واخر لما اخلص خالص هنسحب اول كوره عملناها، اول كوره ارتاحت، فهتتشكل معايا اسهل. بعد ما خلاص كده خلصت الكميه كلها هنبدا ان شاء الله كده. اول حاجه الفينو او السندوتشات دي اول واحده انا عملتها، او في الشويه الاولين. فلما هاجي اشتغل فيها هتبقى طريه جدا يعني هتاخد وتدي معايا كتير. الحشوه بتاعتنا اللي احنا عملناها بردت تماما، بردت خالص. كده رشه زيت، مسحه زيت كده فوق وتحت. وهجيب النشابه بتاعتي برضو هديها مسحه زيت عشان ما تلزقش في العجينه. عايزين العجينه بتاعتنا مربعه، يعني للساندوتش هنعملها يعني شبه مربعة عشان نعرف نلفها وتبقى في الاخر شكل رغيف الفينو. نجيب الحشوة ونحط حسب رغبة كل واحد. في ناس بتحب تاكل الحشوات مالية الساندوتش من جوه، وغيرهم لا. يعني كل واحد يعمل اللي يريحه هو وعارف ولاده بياكلوا ايه. هنقفلها من الجنبين كويس جدا جدا علشان لما تخمر الحشوات دي ما تطلعش. هنجيب الصاج بتاعنا ونحطها، هيختمر تاني عقبال ما نخلص بقية الكمية بتاعتنا. دي اخر قطعة معايا. خلاص انا خلصت كل الكمية بتاعت السندوتشات. هنزل بقى بقية الكمية، اخر كمية معايا من الحشو. تمام، وهلفه رغيف الفينو حتى لو مفيش حشوات. هي دي لفة رغيف الفينو. يعني لو العجينة هتعملي بيها فينو سادة هتلفيها نفس اللفة ديت، وهتقفلي برضو الجناب الطرفين. هنسيبهم يختمروا، ولما يختمروا تمام هيتضاعف حجمهم تاني. هندهنهم ونحط عليهم سمسم. دلوقتي هنعمل مع بعض البيتزا. الكور اللي انا عملتها خدت منهم كورتين حطيتهم على بعض عشان تبقى البيتزاية يعني مش خفيفة قوي برضو، وتبقى ايه يعني سمكها يبقى معقول. هنجيب الشوكة بعد ما فردناها كده، هننخز العجينة بالشوكة عشان ما تعلاش معانا. اي بقى حشوات دي ما تصورتش معايا، الكاميرا ما كانتش بتصور، التليفون ما كانش بيصور، بس صورت لكم واحده كمان. ده معايا معجون صلصه كنت عاملاه للبيتزا، هبقى انزل لكم برضو الطريقه تاني. ومعايا سوسيس مقطعاه. إيه اي حشوه بقى، اي حشوه ممكن لحمه متعصجه، ده فلفل الوان ولادي مش بيحبوه كتير فبحطه قليل جدا. معانا زيتون مخلي، جبنه موتزاريلا، اي حشوات، جمبري. كل اي حد يعني بيحب حاجه يحطها. مش لازم سوسيس مثلا، مش لازم جبنه لحمه مفرومه معصجه، لا مش لازم. ممكن نعمل البيتزا ميكسات جبن بس من غير اي لحوم. معانا دلوقتي معلقتين قشطه ومعلقتين حليب وعليهم بضايه.
هندهن بيها كل المخبوزات اللي احنا عملناها طبعا ما عدا البيتزا. يعني هندهن بيها الفينو دلوقتي وهندهن بيها القرص. احنا ما حطيناش عليها فانيليا ولا سكر ولا ملح ولا اي حاجة علشان تمشي مع الحلو ومع الحادق. هندهن كده. هنحط سمسم، اللي بيحب حبة البركة برضو يحطها. بصوا هو اختمر ازاي واتضاعف حجمه، ولو سيبناه اكتر برضو هيتضاعف اكتر من كده. وكمان لما ندخله الفرن حجمه هيكبر اكتر من كده. هنرش رشة سمسم. تمام. القشطة ممكن لو ما عندكيش قشطة ما تحطيش قشطة، يعني كفاية البيضة. معانا سكر، هحط عليه قرفة وهحط عليه كاكاو. دي الحشوة اللي احنا هنحشي بيها القرص. اللي مش بيحب القرفة ما يحطهوش، هتنفع من غيرها برضو. هنمسك العجينة كده ونجوفها كده من جوه، نعملها زي الطبق ونحط فيها بقى معلقتين كده حلوين. الحشوة دي بعد ما تسخن في الفرن هتسيح، هتعمل كأنها يعني هتبقى شوكولاتة سايلة. فلازم نقفلها كويس قوي من تحت، نقرص العجينة عشان تتقفل تماما، عشان لو سيبناها مفتوحة الشوكولاتة هتخرج كلها منها. القرفة مع الكاكاو مع السكر طعمهم تحفة، فاللي بيحب القرفة يحطها ويجرب مش هيندم. هنقسمها كده وهنحطها جنب بعض في الصينية زي خلية النحل. هتضاعف برضو حجمها في الفرن، ودلوقتي هنسيبها برضو تضاعف حجمها شوية. هندهنها بقى بالبضاية والقشطة، نفس البضاية والقشطة اللي احنا دهنا بيهم الفينو. تمام. هنضغط كده على القرص لانها تعلى تاني. هندهنها كده. احنا قلنا لو مفيش قشطة هندهنها بيضة بس، مفيش مشكلة خالص. هنرش رشة سمسم. هندخلها بقى الفرن دلوقتي. زمان السندوتشات طالعة هي والبيتزا من الفرن. جربوا العجينة دي بجد مش هتندموا. ممكن نعمل العجينة ونقطعها وندخلها في اكياس في الفريزر ونطلعها نشتغل بيها على طول لما تفك. ده خلاص كده السندوتشات طلعت معانا. هنغطيها بعد ما تطلع من الفرن، هنغطيه شوية هيبقى هيطرى. لو طلع ناشف هنغطيه وهيطرى. دي البيتزا. بسم الله ما شاء الله. الفينو طري، كان ناشف، كان خارج ناشف، غطيناه طري. ودي القرص بتاعتنا ما شاء الله. هنقطع دلوقتي القرصة مع بعض. يعني تشوفوا الحشوة اللي احنا حطيناها اتحولت لشوكولاتة سايلة. هتعجب الولاد جدا جدا. طعمها هيكون قريب من السينابون. انا عاملة سينابون قبل كده برضو على القناة، ارجعوا له تاني ووصفته سهلة قوي. حلوة وطرية والعجينة هشة. جربوها. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مع السلامة.